لو هقولك على سر واحد يغير حياتك في سنه 2023، السر ده هيبقى هو الصدقه من اكتر الحاجات اللي غيرت حياتي. دايما لما بتصدق لازم حاجه حلوه تحصل لي، مش بس في الجانب المادي او مش بس الفلوس تدخل تاني اضعافها، مع ان ده بيحصل، لا بيحصل لي حتى في صحتي. في مره من المرات كنت متصابه ومش قادره ادوس على رجلي، حرفيا لو دوست على رجلي انا ممكن اقعد اصوت من الوجع. دخلت المستشفى في الطوارئ وماما قعدت تتصدق على ان انا اتداوى. معجزه، انا طلعت بمشي على رجليا مع اني كنت مش قادره ان انا امشي وانا داخله المستشفى. جربوا كل يوم تصدقوا وحتى لو ب5 جنيه بس. جربوا مثلا تاخدوا بواقي الاكل بتاعتكم وتحطوها للحيوانات في الشارع سواء الكلاب او القطط. جرب مثلا انك تقول كلمه كويسه لحد او تجبر بخاطر حد، كل دي انواع من الصدقات. ليك مبتسم، وجهك بشوش، ودي مثلا مصاحف في المساجد. لو اتقرت تخيل كم الثواب اللي انت هتاخده على كل حد يقرا من المصاحف دي. حاول تخليها عاده يوميه انك تصدق، ولو زي ما قلنا كده بالابتسامه او بالوجه البشوش او بالكلمه الكويسه والطيبه. في نفس الوقت وانت بتتصدق حاول انك تسعى في شغلك وتجتهد، وهتلاقي ربنا بيفتح لك ابواب لا يمكن كنت تتخيل ان هي تبقى مفتوحه عندك، بيكرمك على قد الصدقه دي اضعاف اضعافها.